السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل احلى كيكة مع بعض وان شاء الله هتعجبكم. البنات القمر بقى لسه بتتعلم. اتعلمتي الكيكة دي اساس الحلويات كلها، دي اساس القشطوطة، الجاتوه، التورته. اتعلمتي دي ما شاء الله عليكي، هتعرفي تعملي كل حاجة. هنا بقى المقادير معانا 2.5 كوباية من الدقيق، ولازم الدقيق يكون نوعه كويس والزيت نوعه كويس، دي بتفرق في الطعم طبعا. مينفعش يكون عندنا زيت تومين او زيت نوعه يعني ليه ريحة مش كويسة ونعمل بيه. لازم الدقيق يكون نوعه كويس والزيت نوعه كويس. والمقادير من نفس الكوبايه اللي بنعاير بيها الدقيق، بتبقى كوبايه واحده بنعاير بيها كل حاجه. هنا بقى بندخل الدقيق كده، لازم ندخله هوا. لما ندخل في الدقيق هوا المعجنات او الكيكه بيفرق في الطعم، الكيكه بتطلع هشه معاكي وما شاء الله جميله. طريقتها سهله ومبتاخدش وقت وبيبقى طعمها حلو. هنا بقى حطيت 2.5 كوباية من الدقيق، حطيت شويه ملح صغيرين، هحط بيكم محسن كيك. هقلب بقى المكونات كويس مع بعض كده. والمقادير بقى الباقيه كوبايه سكر، من نفس الكوبايه بنعاير بيها كل حاجه. وحطينا كوبايه سكر، كوبايه لبن، وهنحط كوبايه الا ربع زيت. هنقص الزيت شويه وهحط معلقه زبده. حركه الزبده دي بقى بتنقلها في حته تانية، بتخلي طعمها، بتفرق في الطعم كتير. يعني ممكن انتي تستغني عنها تخليها بزيت بس بتبقى حلوه، بس معلقه الزبده بتديها طعم حلو قوي. يبقى حطينا كوبايه الا ربع زيت، نقصناها شويه عشان نحط معلقه الزبده. وهنزل باربع بيضات بلدي. انا بفضل البيض البلدي عن البيض الاحمر. انتي بتحبي تعملي باحمر براحتك، انا بقولك على اللي انا بعمله. قبل كده جربتها بالبيض الاحمر طلعت زفره كده، ما حبيناهاش، فدايما بعمل اي كيكه بعملها ببيض بلدي. وكل بيضه عليها باكو فانيليا. ما شاء الله مكوناتها سهله وبيبقى طعمها حلو قوي، وتغيير بقى في الفطار عن فطار كل يوم، مع كوبايه شاي بلبن، كوبايه شاي ساده. وزي ما قلت للبنات اللي لسه بتتعلم، اتعلمتي الكيكه دي اتعلمتي اساس كل حاجه، اساس القشطوطه، التورته، الجاتوه. انتي بتعمليها بتطلع ناجحه معاكي، فبتزوقيها الزوايا اللي انتي حباه. يعني انا على القناه عاملاها بنفس القشطوطه بنفس المقادير. كيكه بالشوكولاته برضو نفس المقادير. هي دي نجحت معاكي هتطلعي منها كل حاجه حلوه. هنا بقى نزلت كده بالمكونات، هقلبها بقى تقليبه كويسه، ولازم الفرن يكون شغال. لازم نشغل الفرن قبلها كده ب10 دقايق، يعني قبل ما تبداي تشتغلي فيها شغلي الفرن. بنحطها على الشبكه اللي في النص، بنهدي النار عليها. بعد نص ساعه كده بشوفها، وانتي حسب بوتاجازك بقى، يعني بوتاجاز عن بوتاجاز بيختلف. انا بعد نص ساعه كده بشوفها، ما شاء الله بتبقى مستويه وجميله. لو اخدت لون معاكي حلو من تحت والوش بتاعها لسه ابيض، ولعي لها الشوايه، هدي عليها النار تاخد لون حلو، بعد كده طلعيها. هنا بقى اوريكم ما شاء الله القوام بتاعها حلو. دهنت الصينيه شويه زيت ورشه دقيق عشان ما تلزقش معانا. انا عندي بقى البوتاجاز محتاج بقى يتظبط حاجات كتير فيه، يعني انا كويس بطلع منه الحاجات والله بالشكل ده. ان شاء الله ربنا يكرم كده واجيب واحد جديد. فدايما بقول لكم في الكيكات بيطلع ياما عاليه وياما واطيه، بسبب الشبكه يعني. الشبكه بقى مظبطاها بحاجات وكده واقعه، وفي حاجات كتير عايزه تتظبط، ما بيطلعش الارتفاع بتاعها مظبوط. وفي بقى حاجه تانية برضو عايزه اقولها لكم، انت حابه تعملي صينيه اصغر من دي هتصغري الكوبايه في المقادير. انا يوم ما بحب اعمل صينيه صغيره بصغر الكوبايه، حابه اعمل صينيه كبيره فبكبر حجم الكوبايه بنفس المقادير. ففي ايدينا اللي انت تصغريها وفي ايدينا اللي انت تكبريها، ده في ايدينا وده في ايدينا. البنات بقى لسه بتتعلم، لازم تخشي المطبخ، تبداي كده بالحاجات كميات صغيره. والحاجه لو طلعت مش كويسه معاكي ما تزعليش، من اول مره انت بتتعلمي عادي. بس ان شاء الله تطلع كويسه. لازم تخشوا المطبخ تعرفوا تعملوا كل حاجه بايديكوا، افضل كتير ما تجيبوا الحاجه من بره. بتبقى حاجه انضف وحاجه ليها طعم تاني، انت عاملاها بايديكي بقى، واثقه في النظافه بتاعتها. والمقادير بتاعتها مظبوطه. لو عملتيها بقى طلع وانت المكونات بتاعتها دي وانت بتقلبيها طلعت تقيل معاكي قوي، طلعت تقيله معاكي، هتزوديها شويه لبن. لو العكس طلعت خفيفه معاكي هتزوديها شويه دقيق. بس انا المقادير بتاعتي مظبوطه، ولا بضيف لها لبن ولا دقيق. يعني بقولك الحته دي لو حصلت معاكي في ايديكي برضو تصلحيها. هنا بقى ما شاء الله واخده اللون كده ومستويه وجميله. يا رب بقى الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم. وبشكر كل المشتركين اللي عندي، وبشكر المشتركين الجداد، يا رب كده حاجاتي تعجبكم. وبشكركم كتير وبتمنى لكم السعاده والخير يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله.